جم يركبوا الترند، قام الترند هو اللي راكبهم. ايه القصه ورا خروج الام وبنتها يوضحوا حقيقه الفيديو اللي طلعوا يتريقوا فيه على العريس؟ تعالوا بينا نشوف. بعد ما الام وبنتها عملوا فيديو يتريقوا فيه على العريس والناس طبعا كلها شتموا فيهم بالطول وبالعرض، خرجت الام صاحبه الفيديو المثير للجدل عشان توضح حقيقة اللي حصل بالظبط بسبب الهجوم عليها وعلى بنتها. الأم قالت إن الواقعة بدأت إن هما كانوا بيضحكوا مع بعضيهم، وإن هما كانوا بيفتكروا أحلام. معرفتكش أنا كده، كان بنت بتحلم وهي إيه، مخطوبة. بتقول بقى إيه، إن كان في عريس مهندس ميكانيكي اتقدم لأختها التانية، وإيه، ووضحت إن بنتها وقتها كانت متضايقة من فكرة الجواز وبتتعصب من مجرد ان ايه، ان الناس تتكلم عنه. برضو ما عرفتكش انا كده، ان بنتك بتحلم فانت طالعه مع بنتك التانية تضحكي على العريس اللي متقدم لبنتك التانية، ان يعني انت بتكلمي ناس مجانين. طبعا بيقولوا ان هم كانوا بيهزروا وبيضحكوا، والكلام كان عن ايه، عن الحلم. وقالت ان بنتها اللي ظهرت معاها في الفيديو مخطوبه اصلا، وفرحها كمان اسبوعين، فرحها كمان اسبوعين، وطلعت تتكلم على ايه، على الحلم بتاع اختها اللي كان فيه عريس. وكانت بتقول ان هي ايه، يعني مش عايزه سخريه وايه، وبتقول ان المشكله بدات بعد ما واحد من الاشخاص قص الفيديو وايه، وجاب الكلام وهم بس بيتريقوا على العريس. طب ما توزعوا لنا الفيديو الحقيقي وهو كامل عشان نعرف الحقيقه الكامله، المفروض ان الاصل يبقى عندكم. وقالت الام ان التحريف ده عمل ايه، موجه شرسه وايه، وتعليقات وشتايم وسخريه، وده اثر بشكل كبير على الحاله النفسيه لبنتها، اللي هي قالت حرام عليكم، عملتوا عليا كوميكس وشتايم واهانات وانا ما عملتش حاجه. فعلا انت ما عملتيش حاجه، انا اللي كنت بتريق على العريس. تمام. طبعا العريس طلع بقى، نزل بوست كده ايه برضو لايه، لواحد من الاشخاص، وقال له انا العريس اللي جيت للبنت دي فعلا، ورحت بيتهم ولقيت ان بيتهم ايه، وضعه مش تمام. هنزل لكم انا الكلام بتاعه في الايه، في الفيديو. كان بيقول ان لقيت الوضع مش تمام، وان ايه، الاب تقريبا شبه مش موجود اساسا. واللي حصل ان الاب لما جه يتكلم، الام قالت له ايه، اسكت انت ما تتكلمش، او معنى صح اتنيل. فالعريس بيكمل بعد كده وبيقول ايه، ان هو لما لقى الوضع كده ولقى ان البيت ده مش مظبوط، قرر ان هو ايه، ما يكملش الخطوبة او ما يكملش الجوازة. فطبعا انت ايه، يعني ناس كتير قالت لك ان البنت دي اصلا اترفضت، علشان كده طلعوا يعملوا الفيديو ده. وده بصراحة يعني ايه، اقرب ما يكون للواقع، ان هم لما لقوا العريس يعني كرف البنوتة الأمورة بنتها، فراح عامل ايه، قال لك نتريق عليه. فطلعوا بقى في الفيديو، وبعد ايه ما لقوا الناس شتمتهم وهزقتهم، بدل ما كانوا فاكرين الناس ان هي هتهزر معاهم، لقوا الناس ايه، هزقتهم. فقال لك اصل البنت كانت بتحلم وسمعة بنتي راحت، وبنتي مش عارفه ايه اللي انتوا عملتوه فيها ده ودمرتوها، وفرحها مش هيتم. هو الرجاله لعبه يا ست الحاجه، وبنتك هي اللي عادي يعني تقعد تشتم وتقعد تهين؟ ولما تلاقوا نفسكم الناس هزقتكم عشان الناس لسه فطرتها سليمه، تزعلوا وتقولوا ده حلم؟ طب كملي في حلمك انت وبنتك، ونتمنى ما نشوفش خلقكم، ونتمنى ان بنتك تقعد في قرابيزك طول العمر ايه، عشان تتعلموا تحترموا الرجاله اللي دخلوا البيوت من بابها. سلام.